يا الشعب المصري الصامت، أتقدم إليكم جميعا بخالص العزاء، وأتوجه نيابة عن كل المصريين إلى أسر وعائلات أبناؤنا شهداء الإرهاب الغادر، خالص العزاء في مصابهم، فمصابهم هو مصاب مصر كلها. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة. شعب مصر الأبي، تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها العظيم، والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد. قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين الموافق 16 من فبراير 2015 بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية. أبدا لن تنتهي أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد دين دين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، الرماء بحر التهامة أستقيها بفؤادي. وقد حققت الضربة أهدافها بدقة، وعادت نصور قواتنا الجوية إلى قواعدها سالمة بحمد الله. وإذ نؤكد على أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ. وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعا يحمي ويصون أمن البلاد، وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف. عاشت مصر، وحمى الله شعبها العظيم، وألهم أهالي شهدائنا الصبر والسلوان.